السلام عليكم. النهارده باذن الله هنعمل القرص الفلاحي على اصولها من البدايه للنهايه، يعني من الالف للياء على اصولها، يعني الطريقه الصحيحه. ويعني نقول قرص فلاحي طريه، يعني لازم تتعمل باللبن الرايب. واللبن الرايب في طريقتين ليه، طريقه هنقولها دلوقتي، الطريقتين هنقولهم دلوقتي، بس الطريقه انا هشتغل بطريقه من الطريقتين دلوقتي في الفيديو. هنقول ازاي نعمل قرص طريه فلاحي طعمها حلو جدا، والتكات اللي بتساعد لنجاحها، وازاي تطلع قرص ما هياش قرص هشه ولا هي قرص مبسبسه يعني مبسوسه، هي قرص بين الاتنين، واخده ميكس من ده ومن ده. هنقول كل حاجه وكل التكات بعد ما هنصلي على افضل خير خلق الله ونبدا الفيديو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا القبول، اللهم احسن ما بين ايديا وما بين ايديكم. اول طريقه اللي انا جالي اللبن من عندي بتاع اللبن، قمت مفضياه في بوله، وهبدا اللي انا احطه في قلب البوتاجاز. يكون البوتاجاز كنت مدفياه كده، لان اللبن كان جاي لي ساقع، هو الراجل حطه لي عنده في التلاجة وجابه لي ساقع، يعني ما كانش لسه محلوب. لو محلوب مش محتاجه ان انت تدفي البوتاجاز. انا كان اللبن ساقع بس مش متلج، يعني كان محطوط في التلاجة على السلوك. خدته وحطيته في البوله دي ودفيت البوتاجاز ودخلته وسبته لمده يومين، وتالت يوم الصبحيه شلته حطيته في البوتاجاز لاخر النهار وبدات اشتغل بيه. يبقى سبته يوم كده في التلاجة. اللي انا شلته على الوش ده القشطه، وده اللبن الرايب. دي الطريقه الاولى ودي اللي انا بحبها وبشتغل بيها، والتانية برضك بحبها وبشتغل بيها لو في حالة اللبن راب مني. وهنقول ازاي وازاي نخلي اللبن كمان يروب بطريقة تانية. كل حاجة هنقولها واحنا شغالين. اول حاجة نزلت بنص كوباية سكر اللي هي من المج اللي هو المج الشاي العادي، وعليه كيس خميرة ونص كوباية مية دافية. هقلب المكس ده وهنزل بالقشطة اللي انا طلعتها من كيلو اللبن، ده كان كيلو لبن. هنزل بالقشطة دي، القشطة دي هتخليكي كأنك اصلا القرص طعمها رائع جدا. القرص ماكس بين، يعني تحس اللي هي خليط بين القرص المبسوسه وفي نفس الوقت خليط بين القرص الهشه، يعني هي ولا هي هشه زي العيش الفينو ولا هي مبسوسه زي القرص اللي بنبسها. حاجه ماكس، يعني حاجه وسط بين الاتنين يعني، وحاجه في الوسط، ولا هي مبسوسه ولا هي هشه. هتشوفوها دلوقتي واحنا بناكلها في اخر الفيديو وهتعرفوا ازاي هي حاجه بين الاتنين. قلبنا حلو الخليط ده ونزلنا بمعلقتين دي. معانا كوبايه سمنه، معاكي كوبايه سمنه هتحطيها، معاكي نص كوبايه سمنه ونص كوبايه زبده اوكي، معاكي نص كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت مفيش مشكله، بس هو اساسا المفروض كوبايه سمنه بلدي او سمنه نباتي حسب ما تحبي. واخد لبن رايب اشتغل بيه. انا الكيلو معايا خد معايا نص اللبن الرايب، نص كيلو لبن رايب، يعني نص كميه اللبن اللي انا عملته رايب ده هاخده اشتغل بيه. طبعا كميه اللبن اللي هتشتغلي بيه او كميه الماده السائله اللي هي اللبن الرايب ده هتختلف من دي لدقيق، يعني ممكن تاخدي معايا نص كيلو ممكن تاخدي زياده. هنقول كل حاجه دلوقتي. هنا معايا كيلو دقيق متعدد استخدامات، انا نخلاه وحط عليه ربع معلقه صغيره ملح، وحط عليه معلقتين ريحه الكحك ودي بتيجي من عند العطار، ومعلقتين سمسم، وحط عليه كمان معلقه بيكنج باودر، لان انا عندي الجو ساقعه فحاسه ان الخميره هتاخد وقت عم ما تنشط فعايزه انجز. انا خبزتها والله يا جماعه في 3 ساعات، يعني ما خدتش معايا وقت خالص، وما شاء الله كانت هشه وجميله جدا. عايزه بقى انت تسيبيها تاخد راحتها، ما تحطيش معلقه البيكنج باودر وخليها تاخد وقتها في الخمران براحتها خالص. هبدا اللي انا اعجنها بايديا كده. احتاجت معايا ميه هحط لها، انا عامه لما بتحتاج بحط زي ما قلت لكم انا بشتغل بلبن رايب بس، ودي اصل القرص الفلاح الطريه، دي الاصل الاساسي ليها، ما ينفعش تدخلي لها ميه. انا حطيت بس حبه ميه في الاول اللي هي نص كوبايه دي عشان انشط الخميره، وفي نفس الوقت سبحان الله الميه فيها يعني حاجات كيميائيه بتساعد العجينه تبقى كمان معايا حلوه. اما بقيه السوائل اللي كنت بستخدمها كان لبن رايب. بديل يا امان اللبن الرايب بديله الزبادي، وده بيدي نفس النتيجه. ممكن بديله لبن بس مش هيدي نفس النتيجه. عشان اكون صادقه معاكم، اللبن الرايب بيبقى
طعمه حلو قوي في القرص، كانك عجنها بسمنه بلدي حتى لو مش عاملاها بسمنه بلدي. العجينه معايا زي ما انتم شايفين طريه بس مش بتلزق في الايد. انا بعجنها يا جماعه لغايه ما الم العجينه، ما بقعدش اعجن واشغل الجلوتين، مش عايزه هنا بقى الجلوتين يشتغل واشد وادي عرق، لا هي هتشتغل فعلا الجلوتين بتاعها بس مش هقعد اعجن فيها كتير. وده عشان كده بقول لك هي ماكس بين المبسوسه، لان المبسوسه مش بنعجنها كتير، وماكس بين اللي هي العجينه الهشه لان فيها برضك نسبه عرق، فيها عرق بس ما هيش العرق القوي، يعني مش هتحسيها هشه قوي معاكي، لا اللبن الرايب عاطلها طعم معين ومميز معاكي. انا دهنت الرخام وهبدا اقطعها كور كده، يعني حوالي 30 جرام الكومة، يعني بالعين كده بعينيا 30 33 35 حسب الحجم بقى اللي انت عايزاه. وهبدا اللي انا اكورها كده، وبعد كده هنقلها على صينيه، وهبدا اللي انا افضي الرخامه وابدا افرد معاكم. دي الطريقه الاولى اللي قلناها للبن الرايب، اللي انا اخده من السوبر ماركت، احطه في بوله او مدفيه الفرن، واقوم حطاه واسيبه لمده يومين وثالث يوم اشيله احطه في التلاجة لو احنا في الشتاء، او في الصيف ممكن يوم ويروب معاكي وتشيليه تاني يوم وتحطيه في التلاجة. بس لازم تسيبيه في التلاجة مدة لا تقل من 4 ل5 ساعات عشان يمسك كده ويبقى حلو معاكي وتشيلي قشطته ويبقى جميل. دي الطريقة الأولى. الطريقة التانية هنا بقى بعد ما قورته وشلتها، الطريقة التانية هنقولها واحنا شغالين. أنا كل اللي أنا بعمله عما قورت الكور كده ونقلتها في الصاج كانت بالنسبة لي خمرت معايا تخمير حلو. لاحظتوا ان انا اشتغلت بالعجينة من غير ما اخمرها. كل اللي انا عملته هنا بقول لكم اللي انا بشتغل بكفة ايدي، لا عمل للصوابع، انا ببطط القرص يا جماعة بكفة ايدي. واكيد اللي متابعني من اول ما بدأت في القناة عارفين اللي انا بقول القرص بتتبطط بكفة الايد مش بالصوابع. ودي طريقة ماما ربنا يديها الصحة يا رب، وحماتي ربنا يا رب يرحمها ويجعل مسواها الجنة، كانوا يقولوا القرص بتتبطط بكفة الايد مش بالصوابع. بعتذر ان كنت بتكلم بسرعه بس عشان الفيديو كان طويل وانا جريته عشان اللي انا ما ياخدش معاكم وقت. هنا بعد ما قرصتها، هنا بعد ما خمرت، هنا كده القرص يا جماعه بعد ما خمرت ما شاء الله علت زي ما انتم شايفين، وهتعلى كمان في الفرن وهتاخد شكل القرص البومبي بس مش قوي. انا كنت برقاها جدا يا جماعه. هنا الاضاءه تحسها مصفره قوي عشان الصاج ضارب في الاضاءه. اللي اللهم صل عليك يا نبي بتخش على فرن رف اوسط، بكون محققه الحراره على اعلى درجه وبدخلها برضك على اعلى درجه في الفرن، بعكس القرص المبسوسه بتكون درجه الحراره هاديه متوسطه مايله للهاديه. دي القرص المبسوسه. هنا القرص الهشه دي يا جماعه زي ما قلت لكم درجه حراره عاليه رف اوسط. قبل اللبن الرايب بالطريقه الثانيه اللي انا اغلي اللبن وبعد كده اعصر فيه ليمونه او احط معلقتين خل هيقطع اللبن ويتحول لبن رايب. لا اما انت تكوني غاليه اللبن ونسيتيه بقى في الحر فتلاقيه الصبحيه راب معاكي. دي الطريقه الثانيه للبن الرايب، لا اما تعصري فيه ليمونه بعد ما يتغلى فيقطع ميه الليمون تخليه يقطع، او تحطي معلقتين خل فيقطع. اما اللبن اللي بتروبيه كده زي ما انا عملته في الطريقه الاولى دي طعمه يا جماعه حكايه 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 رائع رائع رائع. قبل اللبن التاني اللي هتقطعيه هتعملي فيه ايه؟ اللي هتعصري عليه ليمون او تحطي معلقتين خل هتعملي فيه ايه؟ هتضربيه في الكبه لغايه ما تنعميه وتخليه زي الكريمي وتبداي تشتغلي بيه يا جماعه. يا رب كل حاجه تكون وضحت معانا. القرص رائعه، بحطها في رف اوسط، اول ما تاخد لون بسفر من تحت بفتح الشوايه على الهادي واسيبها تتحمر. هنا تحسي القرصه مش هشه الهشاشان بتاع العيش الفينو، ولا هي مبسوسه زي القرص المبسوسه، هي حاجه بين الاتنين طعمها رائع جدا. دي بقى حته